مشاهدينا مساء الخير، اهلا بيكم معانا وحلقه جديده وشارع الفن. النهارده هيكون مشرفنا ومنورنا في الاستوديو منتخب كورال جامعه بورسعيد اللي بنرحب بيه، وبنرحب طبعا بالفرقه الموسيقيه. ومعانا ومنورنا في الاستوديو استاذ مساعد دكتور سعيد محمد السعيد، تخصص سولفيج غربي، قسم تربيه موسيقيه بكليه التربيه النوعيه جامعه بورسعيد. اهلا بحضرتك يا فندم. اهلا بحضرتك. نورنا. بنورك. تسلم. طيب احنا في البداية كده وقبل ما نبتدي نسمع الفرقة، يعني عايزة أعرف، يعني حضرتك طبعا تخصص سولفيج غربي، فممكن تقولي كده الفرق بين الغربي والشرقي، ايه اللي بيبقى موجود في الأقسام دي وايه اللي موجود في الأقسام دي؟ هو الفرق بيبقى ان السولفيج الغربي بيبقى متخصص في ان هو شامل كذا تخصص في وقت واحد. يعني بيبقى فيه سولفيج غربي اساسيات الموسيقى، تعليم وتدوين الموسيقى وقراءة النوتة الموسيقية وتعليم الايقاعات الموسيقية، اساسيات الموسيقى. تمام. اساسيات الموسيقى العالمية او الغربية. أيوة. وفي نفس الوقت في برضه الارتجال الموسيقي، ازاي الطالب يبتكر موسيقى بحاجات محفوظة وبعد كده حاجات ابتكارية منه هو اللي يعملها. وايقاع حركي، ايقاع حركي ان هو يعمل تشكيلات او تعبيرات حركي بالجسم كله. لا والله. تمام. دي ده موجوده في أول. السولفيج الغربي. تمام. الموسيقى السولفيج الشرقي بيبقى شامل برضه، بس بيبقى شامل اكتر عن المقامات الشرقيه والموسيقى العربيه طبعا ببحورها طبعا الواسعه. طبعا دي شغلانه بقى دي كبيره حاجه قوي. تانية. طيب ايه رايك نسمع الفرقه الاول، نسمعها في ميدلي سهر الليالي، نرجع لكم مشاهدينا.
طبعا سمعنا الميدلي، ولو اتكلمنا بقى عن الطلبة ودخولهم للمنتخب، عايزة أعرف إيه الأساسيات، أو إيه لو أنا لجنة تحكيم وعايزة أعرف الطلبة دي تنفع ولا ما تنفعش، بيبقى على أساس إيه إن أنا أختاره؟ بيبقى على اساس الموهبه، ويعني قدر من الموهبه وامكانياته الصوتيه. يعني اول حاجه بختارها مثلا في المنتخب، سواء مثلا احنا عندنا المنتخب بيبقى عازفين او صولوهات. فلما بختار العازفين بيبقى مستواهم مثلا المهاري ممتاز مثلا، او الموهبه عنده عاليه، سواء بيقرا نوته او ما بيقراش نوته. الكورال طبعا خامه الصوت، ازاي يجيب الطبقات الصوتيه، مثلا خامه صوته مثلا التو ولا تينور ولا باس، ازاي سواء في البنات ولا في الولاد. تنوع الطبقات الصوتيه ده طبعا بيفرق معايا. خامه الصوت على اساسها بختار الاغاني. يعني مثلا لما نبقى في مسابقه مثلا زي مسابقه ابداع مثلا اللي بتبقى كل سنه تحت رعايه السيد الرئيس ووزاره الشباب والرياضه، وبتبقى طبعا لجنه التحكيم من اساتذه متخصصين وملحنين لهم تاريخ طبعا. فبنختار مثلا الاغاني حسب خامه الصوت. فخامه الصوت هي اللي بتحدد لي مثلا ممكن اقول حاجه لام كلثوم، حاجه لفريد الاطرش، حاجه لفيروز. خامه الصوت وتنوع الطبقات واحددها في انهي مكان هي اللي بتفرق معايا ان طبعا الخامات دي اختارها معايا ولا لا. بس يا دكتور، ده الطالب نفسه لما بيجي يتقدم هو ممكن يبقى ما عندوش اي معلومات زي دي، هو بالظبط. بيغني وخلاص. بيغني لكن وخلاص. متهيألي بعد كده خلال السنين على الاقل بيبقى عنده فكرة، يعني مش لازم لو هو مش مثلا متخصص، على الاقل بيبقى عنده فكرة. بالظبط. بيبقى عنده فكره، ويبقى يعني مثلا ابسط حاجه ان هو التنقلات المقاميه، او زي ما بنقول التوناليتي مثلا بتاعه بيبقى كويس. امم ما بيبقاش مثلا منشز مثلا او خارج بره بينشز. المقام مثلا، او الموهبه عنده ضعيفه، فده طبعا بستبعده. انما كل ما كانت الموهبه عنده كويسه، وكل ما كان الركوز المقامي عنده، او زي ما بنقول ببساطه كده عفء المقام، او ايوه. متمكن من المقام كويس جدا. اه. دي كل ده طبعا بتفرق وتبقى لصالحه في الاختيار في المنتخب. نسمع حضرتك سيدي وصالك لأنغام، كلمات عزت الجندي وألحان طارق عاكف، وهنسمعها بصوت آلاء نوفا. نسمعها ونرجع لكم مشاهدين.
سمعناها بصوت آلاء. حضرتك تكلمني عن آلاء، هي كلية ايه؟ لا، هي كلية تربية نوعية عندنا في قسم تربية موسيقية. متخصصة بقى. متخصصة وهي في بكالوريوس السنة دي في سنة رابعة. فهي يعني من الأصوات الممتازة اللي عندنا في المنتخب. طيب اختيار مثلا الغنوة ان هي تغني الأنغام، او ده بيبقى اختيارها هي ولا اختيار حضراتكم؟ لا، بيبقى يعني الاثنين، يعني هي بتبقى مثلا ميالة أكتر لإيه. ما ينفعش مثلا أغصب الطالب إن هو على حاجة معينة، بس هو إذا اختار لي حاجة وأنا شايفها مناسبة ليه بوافقه. ولو حاجة مش مناسبة بقى؟ لا، لو حاجة مش مناسبة لا طبعا برفض. ما ينفعش يغني حاجة هو شايفها مثلا حلوة وأنا شايفها مش مناسبة معاه. طيب نعدل السؤال كده، ايه اللي يخليك تقول انه ان دي مش مناسبة ليه؟ ايه؟ برضه زي ما قلنا في الاول، برضه هو الصوت الصوت والطبقات وطبقاته، او متمكن منها وبيقولها حلو وحافظها كويس ولا لا. يعني ممكن يبقى حابب الغنوه كويس جدا بس هو مش حافظها او مش متمكن فيها، فطبعا بستبعدها. او ما بتطلعش امكانيات بالظبط صوته بالظبط، بالظبط. ان هو ما بيطلعش كل امكاناته الصوتيه. فلازم تطلع كل امكاناته الصوتيه وبصمته في الغنوه. ما ينفعش يقولها زي الشريط بالظبط. لازم يبقى ليه بصمته بالظبط، ليه اداء. ممكن نقولها دي في السؤال اللي جاي، بس نسمع دلوقتي ما تفوتنيش انا وحدي. طبعا عملاق سيد مكاوي، كلمات حسين السيد، هنسمعها بصوت وليد ناصر. نسمعها ونرجع. وحياتك 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 يا حبيبي، ريح قلبي معاك. قولوا بالحب وتعب الشوق وما تفوتنيش انا وحدي، ما تفوتنيش انا وحدي، وما تفوتنيش انا وحدي، افضل احايل فيك. ما تخليش الدنيا تلعب بيا وبيك، وما تفوتنيش انا وحدي، افضل احايل فيك. ما تخليش الدنيا تلعب بيا وبيك. خلي شوية عليا وخلي شوية عليك، خلي شوية عليك، خلي شوية عليك، خلي شوية عليا وشوية عليك.
الليل بدموعه قاسي يا ويلي من ساعته، والصبر لسه ساكت يا ويلي من سكاته. الليل بدموعه قاسي يا ويلي من ساعته، والصبر لسه ساكت يا ويلي من سكاته. يوعدني بفرحتي استنى بضحكتي، زي الوردة ما تبقى مستنية الندى، وتغيب وتفتكري وتجيني وتعتذري. ايه القلب اللي يقدر يستحمل كل ده؟ وبرجع تاني واقولك ريحني الله يخليك، عشان المركب تقدر تمشي بيا وبيك. وانا برجع تاني واقولك ريحني الله يخليك، عشان المركب تقدر. وانا برجع تاني واقولك ريحنا الله يخليك، عشان المركب تقدر تمشي بيا وبيك. وبرجع تاني واقولك ريحنا الله يخليك، عشان المركب تقدر تمشي بيا وبيك. وما تفوتنيش انا وحدي افضل احايل فيك، ما تخليش الدنيا تلعب بيا وبيك. وما تفوتنيش انا وحدي افضل احايل فيك، ما تخليش الدنيا تلعب بيا وبيك. خلي شوية عليا وخلي شوية عليك، خلي شوية عليك، خلي شوية عليك، خلي شوية عليا وشوية يعني طبعا حضرتك هتكلمني عن وليد، بس برضو سيد مكاوي يعني اللي هو السهل الممتنع كده، يعني مش اي حد بصراحة يعني يبقى عنده الموهبة دي. ممكن حد يبقى عظيم قوي بس مش زي ما بنقول كده السهل الممتنع ده، يعني هو صعب وسهل في نفس الوقت، مش عارفة اوصفها. فاختيار وليد للغنوة، اختيار وليد للغنوة هو اللي اختارها؟ لا، هو المفروض دكتور محمد معاه هو اللي اختارها. رئيس القسم اللي هو اختارها معاه، ان هو شافها برضه مناسبه لصوته. طب وليد في كليه ايه؟ برضه تربيه نوعيه؟ لا، وليد في كليه تجاره. طيب لو اتكلمنا عن الاداء، يعني احنا من اهم الحاجات اللي حضرتك برضه ذكرتها ان ممكن الشخص يعني يبقى صوته حلو جدا جدا بس اداؤه يضيع صوته ده، والعكس صحيح. ممكن يبقى اداؤه رائع وصوته مش قوي جدا ومش عظيم قوي بس عنده كاريزما زي ما بنقول. بالظبط. ف لأي مدى نقدر نعلمه الاداء الصح؟ وايه الحته اللي مش بتاعتنا بقى، دي بتاعت ربنا. يعني في حاجات كده بتاعت ربنا كاريزمته، لكن في حاجات احنا ممكن نعلمها له. ايه مثلا ان هو يتمكن اصلا من الغنوه. طبعا قبل اي بروفه او قبل مسابقه او قبل اي حفله بيبقى فيه تدريبات صوتيه من المدرب، سواء اساتذه متخصصين كتير عندنا في القسم اللي ماسكين المنتخب، او سواء رئيس القسم او سواء اي حد. طبعا بيبقى قبل كل بروفه فيه حاجه اسمها تدريبات صوتيه او تدريبات تنفس.
دي طبعا للكل، للولاد وللبنات، بتفرق جدا في الخامات الصوتيه وفي التدريبات معايا في الاداء. يعني لازم قبل اي بروفا وقبل اي حفله، على الاقل البروفا الجنرال بتبقى ليله الحفله بيبقى فيه تدريبات تنفس بطريقه معينه، دي بتفتح طبقه الصوت وبتخليهم ازاي يبدا الغنوه صح ويقفلها صح، ولما يجي يقول عرب يقولها صح. فدي طبعا بتفرق جدا في الاداء الصوتي، انما غير ما هو يبدا اللي يغني على طول من غير تدريبات التنفس، وده طبعا بتبقى ما بتطلعش كل امكانياته وما بتحسنش من ادائه. طيب قصه العرب دي، هو يعني لو حد مبتدئ ممكن هو يقول عرب؟ اصل انا بحس ان العربه دي لا، دي مرحله متقدمه. مرحله متقدمه. مرحله متقدمه. انا صح. تمام. طب نسمع ان راح منك يا عين، هنسمعها بصوت رحمه اسامه طبعا للعظيمه شاديه، الحان منير مراد وكلمات فتحي قورة. نسمعها ونرجع لكم.
راح من قلبي فين؟ ده القلب يحب مرة ما يحبش مرتين، ده القلب يحب مرة ما يحبش مرتين، ما يحبش مرتين، ما يحبش مرتين، ما يحبش مرتين. سمعنا رحمة، ولو كلمنا عنها. رحمة ما شاء الله يعني من أقوى الأصوات عندنا في المنتخب، وبتغني كذا لون. يعني ممكن تغني لريهام عبد الحكيم، ممكن تغني لأصالة، ممكن تغني لفيروز. يعني إمكانيات خامتها الصوتية وطبقاتها الصوتية ما شاء الله. دي من تنوع. من النوادر بالظبط. يعني ده من النوع النادر، ان هو الخامة السهل الممتنع اللي ممكن تتوظف في كذا حاجة. كل حاجة. فدي دي بتبقى ميزة. هي في كلية ايه؟ هي عندنا برضو متخصصة في تربية موسيقية. موسيقية. طيب هو السؤال بقى يا فندم، لما بيبقى مثلا في المنتخب في ناس متخصصة وفي ناس طب وهندسة وغيره، يعني ما بيبقاش فيه كده اللي هو لا دول يعني دي ناس بقى قاعده بتدرس طول النهار وانا جاي بس كده اللي هو بعد الكليه شويه بتاع، فهل بيبقى فيه احساس دايما انه لا ده هيبقى احسن مني ولا لا؟ ممكن الموهبه تطغى على الشخص اللي هو مثلا متخصص ده؟ من اللي دارس ولا من المدرب؟ لا مش من المدرب، انا بتكلم على الشخص نفسه. الشخص اللي نفسه. هل هو انت بتحس فيه بقلق بانه لا انا حاسس انه تاني ده لا دارس اكتر مني وعارف اكتر مني يبقى كده يطلع احسن مني، ولا لا؟ لا بالعكس، يعني ما بنحسش الكلام ده خالص في التدريبات فعلا. ولا في المسابقات خالص. لان زي ما قلت لحضرتك تدريبات الفوكاليز اللي بتبقى في كل بروفة وقبل كل حفلة بتخليهم كلهم يعني عايزين يبقى يعني التنافس الايجابي، ان هم عايزين كل واحد يبقى احسن من التاني، كل واحد في منطقته. بس طبعا كل واحد وصوته بيتوظف من المدرب صح، يعني مين ده يقول الصوت الاساسي، مين ده يقول التوزيعات. فطبعا ايه اللي يخدم ايه وايه اللي يخدم ايه في الاغنيه دي وفي المقطوعه دي وفي الميدليهات، الحاجات اللي هي الكوكتيل او الميكس. فطبعا كل ده بيبقى تنافس ايجابي او زي ما بنقول غيره ايجابيه. ايوه، هي احنا ما قلناش انها مش لا ايجابيه، مش ايجابيه، هي ايجابيه اكيد يا فندم. اكيد. بس قصدي ما بيعملش قلق ان انا عارف حضرتك ممكن القلق والتوتر يخليني اقع مش اتقدم يعني. لا بالعكس. لا بالعكس ما حصلش. بالعكس انا ساعات في المنتخب او في المسابقات بلاقي مواهب من كليات تانية أحسن. غير متخصصه اعلى ساعات كتير من اللي عندي، سواء في البنات او في الولاد. طيب نسمع ليالينا وردة، هنسمعها بصوت مازن الدسوقي، نسمعها ونرجع لكم مشاهدينا. ليالينا
وتاه بينا تاه ليالينا ليالينا وكلنا نرسى نرسى عناوين وتاه بينا تاه ليالينا ليالينا وكلنا نرسى نرسى عناوين مشينا وادينا من غير أمانينا ولا حد بيسأل فينا مشينا وادينا من غير أمانينا ولا حد بيسأل فينا وتاري الدنيا غدارة غدارة بتغدر كل بينا غدارة وتاري الدنيا غدارة غدارة بتغدر كل بينا غدارة والله وجيتي علينا يا دنيا جيتي علينا علينا يا دنيا وجيتي على ناس قبلي ليالينا ليالينا وتاه طب سمعنا مازن وغنوة وردة. نتكلم عن مازن. مازن في سنة تانية تربية موسيقية برضو عندنا في تربية نوعية. أنا ملاحظة تربية موسيقية عاملة اكتساح بصراحة لا يعني. هو المواهب اللي عندنا من تربية موسيقية كتير شوية، فالحمد لله دي حاجة ميزة. فهو برضو من يعني زي رحمة من النوع اللي هو الصوت المتنوع، ممكن يغني قديم وشبابي وحاجات يعني جديدة، فدي برضو ميزة في صوته. طيب هو سؤال كده، رغم ان هي حصلت كتير، يعني هي حصلت كتير قوي، يعني انه راجل يغني لواحده ست او ست تغني لراجل. دي بتتحدد برضو على حساب ايه في الطبقه اللي ممكن يغني، ولا دي عادي؟ لا دي بتبقى طبقته، يعني طبقة عنده الطبقة الوسطى، او تجيب الطبقات دي سواء للرجال او للنساء. بس طبعا انا عن نفسي بفضل ان الحاجات اللي بتبقى الراجل دي يغني اغاني تغنيها. للرجال، والسيدات بتبقى اغاني للسيدات. بس هو يعني دي بتبقى ميزه برضه ان هو عنده طبقات متنوعه، فيقدر يجيب الاغاني اللي طبقاتها عاليه دي. طيب هل يعني انا اعرف ان في بعض المسابقات زي ابداع تقريبا بيبقى فيها جزء انه الفريق ممكن يعمل غنوة او تأليفه. يعمل تأليفه او حاجة زي كده. بالظبط. لما بيجي يحصل الكلام ده، هل من الضروري انه مثلا تبقى اغاني ليها نفس الشكل القديم بتاعنا، يعني لحن لازم يبقى قوي وكلام كده، ولا ممكن يعملوا اغاني جديدة؟ لا هي بتبقى عليها جائزه ابتكاريه فعلا في مسابقه ابداع، بس يعني حسب ميول الشباب. يعني ممكن هم مثلا يلحنوها، مثلا هم بيألفوا الكلمات وبيلحنوها ويوزعوها كمان. فيعني ممكن يعملوها اقرب للموسيقى فن الزمن الجميل القديمه، التراث ده بتاعنا الجميل. او ممكن يعملوها حاجه خفيفه، او اللايت اللي هي الحاجات بس مش اللايت قوي، مش اللايت قوي، مش حديثه قوي، مش شباب. مش هنعمل بس يعني الحاجات اللي هي يعني بعد الفن ده بشويه. طب نسمع دلوقتي حياتي مش تمام لرامي صبري، هنسمعها بصوت احمد بدوي، نسمعها ونرجع تاني مشاهدين. بروح كتير أماكن
واشوف ناس كتيرة وما بجيبش سيرة عنك في الكلام. قطعت خلاص معرفة وكل اللي عارفة وما بقاش في بينا سلام أو كلام. بروح كتير أماكن وأشوف ناس كتيرة وما بجيبش سيرة عنك في الكلام. قطعت خلاص معارفك وكل اللي عارفك وما بقاش في بينا سلام أو كلام. بروح كتير أماكن وأشوف ناس كتيرة وما بجيبش سيرة عنك في الكلام. قطعت خلاص معارفك وكل اللي عارفك وما بقاش في بينا سلام أو كلام. ده أنا خصمت الشوارع اللي مشينا فيها عشان يهدى بالي وارتاح من الآلام. ما بسمعش الأغاني ولا بيشغلوني المشاعر دي تاني ولا عندي اهتمام. ده أنا خصمت الشوارع اللي مشينا فيها عشان يهدى بالي وارتاح من الآلام. ما بسمعش الأغاني ولا بيشغلوني المشاعر دي تاني ولا عندي اهتمام. وليه رغم الكلام ده مفتقدة بشدة ومن يوم فراقنا وحياتي مش تمام. وليه رغم الكلام ده مفتقدة بشدة ومن يوم فراقنا وحياتي مش تمام. بحاول في بحاول في الحقيقة بمليون طريقة من أول ما بصحى لحد أما أنام. ما سيبش نفسي لوحدي لو حتى دقيقة، ما فكرش لحظة في عتاب أو آلام. بحاول في الحقيقة بمليون طريقة من أول ما بصحى لحد أما أنام. مسيبش نفسي لوحدي لو حتى دقيقة، ما فكرش لحظة في عتاب أو آلام. ده أنا خصمت الشوارع اللي مشينا فيها عشان اهدى بالي وارتاح من الآلام. ما بسمعش الأغاني ولا بيشغلوني المشاعر دي تاني ولا عندي اهتمام. وليه رغم الكلام ده مفتقدك بشدة ومن يوم فراقنا وحياتي مش تمام. وليه رغم الكلام ده مفتقدك بشدة ومن يوم فراقنا وحياتي مش تمام.
احنا سمعنا طبعا الغنوة بصوت احمد. نتكلم كده عن احمد شوية. هو برضو اذا كان بدأ من بدري ولا يعني هو في سنة كام مثلا، خد كام سنة في يعني لا بقاله معانا مثلا يعني اكتر من 2 أو 3 سنين، واشترك معانا في مسابقات كتير وحفلات كتير برضه من الاصوات اللي واعده، وموهبته عاليه ما شاء الله. يعني شارك معانا في حاجات كتير الحمد لله. طيب هو في سؤال، في بعض الجامعات اصبحت بتعمل يعني الناس اللي اتخرجت ممكن انها تيجي في بعض مثلا الاحتفالات، بعض انها تيجي وتشارك. هل ده بيحصل في جامعة في نطاق محدود، بتبقى مثلا في الحفلات، انما في المسابقات بتبقى لا لازم من لازم الجامعه. يبقى طالب لكن في المسابقات لازم. احتفالات او في حاجات زي احتفالات كده ممكن وارد ممكن نستعين إنهم بعناصر خارجيه. طيب سؤال برضو تاني، اتفضل. هل يعني احنا بندرب الفرقة الموسيقية وبندرب الفرقة الغنائية، الكورال. هل في حد بيبقى عايز يبقى مايسترو مثلا؟ يعني في المدربين. يعني حد من الطلبة نفسه ان لا، هو حد من اللي الطلبه يقود؟ لا طبعا ما بيحصلش لا، ده نادرا من الطلبه لا. ولا حتى يبقى في فريق الموسيقى لا، بتبقى اكيد بيبقى فيه ليدر في الكورال وليدر في فريق الموسيقى، بس ان هو هو يقود اللي ويقوم يقود بنفسه بالحفله لا. او ينزل بنفس الحفله لا، بيبقى في رهبه كده، وان هو يعني لا يعني بيبعد عن الموضوع شويه. اه طيب انا الحقيقه سعدت بوجود حضرتك معانا، وسعدت طبعا بفريق منتخب كورال جامعه بورسعيد اللي بشكرهم جدا، وبشكر طبعا الفرقه الموسيقيه شكرا جزيلا، وبشكر حضرتك استاذ مساعد دكتور سعيد محمد السعيد، تخصص سولفيج غربي، قسم تربيه موسيقيه بكليه تربيه نوعيه جامعه بورسعيد. بشكرك شكرا جزيلا، نورتنا وشرفتنا. بشكركم مشاهدينا، يا رب تكونوا استمتعتوا بحلقتنا النهارده من شارع الفن. انتظرونا ان شاء الله الاسبوع المقبل وشارع الفن.